بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل، وصباح العسل، وصباح النشاط، وصباح الخيرات، وصباح الضيوف الجديدة في مزرعتنا البسيطة. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله، ورحبوا معانا بضيوفنا الجداد اللي هم ايه؟ الرومي الابيض او الرومي النعام. ما شاء الله تبارك الرحمن يا حبايبي. زي ما انتم شايفين احنا النهاردة عندنا ضيف جديد في مزرعتنا. صلوا على الحبيب المصطفى حبايبي وقولوا ما شاء الله تبارك الرحمن. اللي حابب يبدأ معايا باتنين او 3 فرخات من الرومي النعام او الرومي الابيض، يلا شدوا حيلكم كده وابدأوا واستعدوا، ويلا نقول يا بركة بسم الله وانا وانتوا على الله، واللي عنده معلومة يديها للتاني. صلوا على الحبيب المصطفى حبايبي وقولوا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا دي مش اول مرحلة لاستقبال الرومي النعام. الرومي النعام يا حبايبي بيطلع من المزارع مش عمر يوم ابدا. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله. طبعا كل المزارع يا حبايبي بتطلع الرومي النعام بالحجم اللي انتوا شايفينه وساعات اكبر، لكن بصراحة ما صادفش قدامي اي مزرعة بتطلعه كتكوت، فاستقباله ككتكوت زي استقبال الفراخ البيضة بالظبط، يا اما ميه بسكر يا اما كيس محلول جفاف من بتاع الاطفال وتحطيه في الميه، وتكون اول شربة ميه ليهم بتكون يا بمعلقة سكر يا اما بكيس محلول جفاف. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله. انما النهارده الفراخ بتاعتنا يا حبايبي زي الهمها خالص ما شاء الله، وزنها 500 جرام، يعني بسم الله ما شاء الله متربية، يعني هنقول تمن التربية مش ربع التربية كمان، تمن التربية. اللهم صل على الحبيب المصطفى. ما شاء الله يا حبايبي. زي ما انتم شايفين الدنيا كانت حر شوية عليهم فكانوا مفرهدين ودايخين، يعني اصبروا عليهم بس 10 ايام وهتشوفوا الفراخ دي ربنا بارك فيهم ان شاء الله بإذن الله. ببركة الله وبركة الصلاة على الحبيب المصطفى هيكونوا حاجة تانية خالص ان شاء الله بإذن الله. زي ما انتم شايفين اللهم صل على الحبيب المصطفى. اللي حابب يجيب 2 يعني ما تجازفيش وتجيبي اكتر من 2 أو 3 أو 4 بالكتير لو انت اول مره تربيه، وابداي معايا زي كده. اول مره ربيت وجبت 4 كانوا ما شاء الله تبارك الرحمن حاجه كده ألاجة الألاجة. وعندكم في القناه لو حابين تشوفوا انا كنت جايباهم عمر كام، ووصلوا معايا موازين ما شاء الله لحد ما ذبحتهم كانوا 4 فقط لا غير. فعشان كده لما ربنا وسعها عليا حبيت اعيد التجربه تاني، واللهم صل على الحبيب المصطفى. تكون تربية بيتي، تكون تربية بيتي. تربية المزارع بتختلف اختلاف كلي عن تربية البيوت. أنا بعتمد في تربية البيوت يا حبايبي إن هي تكون تربية على حاجات طبيعية، حاجات طبيعية بتخلي طعم اللحمة بتاعت الطيرة سكر كده صافي. أما لو احتاجنا شوية من الأدوية فبديهم أدوية بشرية، لو احتاجنا ما احتاجناش والطيرة كانت صحتها سليمة بنديها حاجات طبيعية 100%. اللهم صل على الحبيب المصطفى. وده اللي بيحلي طعم الطيرة. فلو انت حابة تربي الرومي الأبيض أو الرومي النعام ابدأي معايا يلا ب2 أو 3 أو 4 بالكتير، لأن هو سعره غالي. الكتكوت بتاع النهاردة يا حبايبي أو الفرخ الرومي النهاردة اللي انتوا شايفينه في الفيديو سعره كان اللهم صل على الحبيب المصطفى 230، وساعات في ناس بتبيعه ب250، وفي ساعات بتبيعه، في ناس بتبيعه ب280 على حسب المزرعة اللي انت بتاخدي منها. طبعا مش جايبة من مزرعة، انا جايبة باشمهندس اول مرة اتعامل معاه للأمانة. وعايزه اقول لكم ان انا لما جبت منه اول مره من حوالي 4 ايام او 5 ايام ولقيت الكتكوت صحته حلوه ومصحصح كده قدامي وجاي متحصن وتمام التمام، فطلبت كميه تانية وبفضل الله وصلت الحمد لله. فاللهم صل على الحبيب المصطفى. ما تجازفيش وتجيبي من اي حد، لازم يكون مصدر موثوق منه، مصدر موثوق منه. مش هقول لك هاتي من الباشمهندس اللي انا جايبه منه، هاتي من اي حد حواليكي او ضواحيكي، بس يكون حد موثوق فيه، لان السعر الكتكوت غالي. فما تجازفيش وتجيبي اي حاجه كده فرز، واخدين بالكم انتوا من الفرز ده، فتكون حاجه كده والسلام. والاسم ان انا هبدا بقى دورات كتكوت رومي نعام. على فكره هو ليه اسمين، ليه اسم الرومي الابيض والرومي النعام. طبعا ده بيختلف اختلاف كلي عن الرومي البلدي.
وفي رومي تاني، في نوع رومي تاني ان شاء الله باذن الله اول ما اجيبه هصوره لكم باذن الله. الطيور عايزه تستنى الوجبه بتاعت اكل البيت دي. على فكره اكل البيت دي يعني شامله قشر بطاطس، قشر مانجا، قشر طماطم، بواقي اكل بس ما تكونش حمضانه، بواقي خضره. اهم حاجه اللي تحط لها الطيور ما يكونش حامض ولا فاسد، بالصلاه على النبي. يا اما تقلبيها على العلف، يا اما تعمليها وجبه كده ايه لحالها زي ما انتم شايفين كده. دي بتبقى وجبه كده لحالها. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله، قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على الحبيب، اللهم صل على الحبيب المصطفى. الصلاة على النبي، الصلاة على حضرة النبي. اللهم صل على النبي الهادي، اللهم صل على النبي الهادي. ما شاء الله تبارك الله. بفضل الله علينا وببركة الصلاة على الحبيب المصطفى ما يصعبش علينا صعب أبدا، واحنا وانتوا على الله. ده احنا بنجيب وبنجرب ونشوف وبنلم شوية معلومات وخبرة كده في تربية الحاجات اللي نادر تربيتها. نفسي اجيب طاووس يا ولا ايه اهو لا بتاكل ولا بتباع ولا بتشتري، بس عندي فضول ان انا اجيب الطاووس كده الوانه بتعجبني. اي طيور تانية للبيع، اما الطيور دي مش للبيع. يعني هنشوف الايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله مخبيه لنا ايه. اللهم صل على الحبيب المصطفى، ومتفائلين خير ان الايام اللي جايه مخبيه لنا كل الخير، لان احنا نيتنا خير ورب الخير لا ياتي الا بالخير، والنيه الخير ربنا مش بيبعت لها الا كل خير. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله. طبعا طيورنا النهارده طيور مش للبيع زي ما قلت لكم، دي طيور البيت. ابو عمار عايز يمسك الديك ده اهو هو عرف ان انت نويله، انت ناوية على غادر. غيرك حاول اهو امسكه بس تزاول. كان حرامي قديم، كان حرامي طيور قديم. صل على النبي، صل على الحبيب المصطفى. اللهم صل على النبي الهادي، اللهم صل على النبي. انت ماسكه ليه بقى؟ شوف اوعى بص ايه دي جنيه، دي جنيه. الديك ده نازل ضرب في الديوك كلها اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. دي كبير الديوك، شوفوا كلياتهم فرحانين في ازاي. يلا يلا امسك لك الهيطه. فين الهيطه؟ تعالى يا هيطه اهو. هو عارف يمشي ولا اهو الصلاة على النبي، الصلاة على حضرة النبي. الهيطه يا الهيطه، اوعى الهيطه راجع يا خاله. شوف البرابر بتاعتك زعلانه عشان. سيب يا حبيبي، سيب الديك، سيب الديك. يلا صلي على النبي، صلي على النبي، صلي. والسلام. يلا خش. وبعد ما ادينا الطيور دي الحمايه المتينه هنحبسهم بقى، لان احنا حجزنا عليهم يا حبايبي بالبيبان اللي انتوا شايفينها دي. نرجع بقى مرجوعنا للرومي تاني ونشوف هو عمل ايه، وهل تجول في المكان ولا لا. اللهم صل على الحبيب المصطفى. حطيتي ايه في الميه يا حاجه حنان؟ حطيت عسل اسمر فقط لا غير. تمام. صلوا على الحبيب المصطفى حبايبي واذكروا الله. حبينا كده نشوف الفراخ البلدي الصغيره
لو طلقناها معاهم هيعملوا ايه كده. يعني حبينا نشوف يعني فضول. احنا لو طلقنا معاهم الفراخ البلدي بس لازم حتى لو تربوا مع بعض فترة معينة بس لازم بيتعازلوا في وقت معين برضو. لو انتوا ربيتيهم جبتيهم مثلا كتكوت ومع فراخ بيضة او مع فراخ بيضة او فراخ بلدي لازم على عمر 15 يوم يتعازل كل نوع لحاله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. فبما ان هم كبار ما شاء الله زي ما انتم شايفين فقلنا نطلق معاهم الفراخ البلدي اللي تقريبا من عمرهم نشوف هيتعاملوا مع بعض ازاي. ولكن ما نفعوش مع بعض خالص والحمد لله ان هم ما نفعوش مع بعض خالص. يعني ايه خلي كل واحد كده يعيش حياته مع نفسه. المهم ما شاء الله اللهم صل على الحبيب المصطفى. بدأوا بقى يتجولوا في المكان كده. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ادعوا لنا بقى ربنا يطرح فيهم البركة ونشوف هنعمل معاهم إيه وهيعملوا معانا إيه. ودي إحنا بنلطش بس إن شاء الله تلطيشة خير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. هنطلق بقى شويه الفراخ البلدي كده معاهم. لو انتوا هتلاحظوا في الفيديو هتلاقوا كل فرخه راحت ودت التاني في جنب يعني في عكشاتهم من بعض يعني. اللهم صل على الحبيب المصطفى. مزرعتنا بتكبر بفضل الله وبفضل وجود اخواتي الحلوين بعد رب العالمين طبعا الناس الحلوه. الفراخ دي عايزه تتقصقص. عايزين نعمل لها يوم كده نوديها جاكوزي ونوديها نعمل لها كده استشوار كابوريا يعني حاجات من اللي بالكم فيها اللي انتوا عارفينها دي. عايزين نوديها الكوافير نعمل لها كام قصه كده لان هما بداوا يتنططوا كده وانا ما بحبش الفراخ اللي تتنطط على اصحابها. واخدين بالكم ريشهم طول وعايزين بقى نخف الريش ده عشان خاطر العلف يبان عليهم كده ويزنهروا زي الفراخ الاولانيه اللي شفتوها برضو في معانا في الفيديو. فاللهم صل على الحبيب المصطفى. الكتاكيت كبرت وبقت فراخ والفراخ دي فوج الفراخ ده يا حبايبي انا بعت منه حبه حلوين فانا مخليه اغلبيتهم اللي هو برجبان او الشركسي لان انا بحب النوع ده من في الفراخ. فاغلبيه الفراخ كده يعني عايزه اعمل خلطبيطه بالصلصه اللي هو يكون عندي برضو شركسي وعندي سلاله شركسي حلوه. فبعت اللي بعته منها وفضل الحبه دول مش راضيه افرط فيهم ابدا لان اغلبيتهم زي ما انتم شايفين برجبان. والفراخ اللي برجبان دي ما شاء الله بتكون البيضه بتاعتها حلوه وبيكون الديك برضو بيكون ديك محترم كده ابن ناس. شوفوا بس مجرد ما طلقنا الفراخ طبعا كنت شايله من قدامهم العلف والميه فاول ما طلقتهم كلوا وشربوا من الميه اللي بالعسل عادي مفيش اي مشكله. الرومي بقى اتزاوى غودي هناك اهو اتزاوى كده ما عادش لقوا الطريه خالص ما عادش لقوا الطريه خالص. في يوم كده ان شاء الله باذن الله بس عمالنا يتوكلوا على الله كده ويخلصوا شغلهم على خير وهنمسك الفراخ دي كده يا حبايبي بالمقص نعمل لهم قصه بنت لذينه. تمام كل الفراخ تتحكى بيها. قصتنا قصه مختلفه عن اي قصه لان دي برضو هتكون فراخ البيت. انا بعت اللي بعته خلاص ودول هيكونوا من ضمن فراخ البيت اللي هي تخصني انا. اللهم صل على الحبيب المصطفى. ما شاء الله تبارك الرحمن يا حبايبي. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله. شوفوا وشكم على خير وحطوا لايك للفيديو.